ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بيكم في كلام فلسفة. أنا بتعالج في مستشفى 57 وبحبها عشان فيها لعب وفيها تلوين. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مش هبقى. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش. ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 37، إشكالية الطبيعة الإلهية، The Problem of Divine Nature. I bet you're wondering why you're here. I brought you here to offer you a job. Who are you? Bruce, I'm God. When you leave this building, you will be endowed with all my powers. If you could be God for 1 week, what would you do? Who would you help? How would you handle the most powerful responsibility in the universe? تخيل إنك معد في قناة إخبارية بتجهز الأخبار اليومية في نشرة الأخبار. حلمك إنك تكون في يوم من الأيام مذيع مشهور وتقدم النشرة اليومية، لكن حظك تعيس، كل حاجة في حياتك ملخبطة، علاقتك بخطيبتك كلها مشاكل، الأخبار اللي بتعدها مش محل اهتمام القناة، والأخبار اللي بيعدها غريمك في الشغل دايما بتحظى بكل اهتمام، حتى ميعادك في الشغل دايما متأخر عليه بسبب زحمة الطريق. الكيل هيفيض بيك في يوم من الأيام بعد ما تقرر القناة إنها تعين غريمك مقدم النشرة، بالرغم من إنك بتبذل جهد أكبر منه بكتير. هتفقد أعصابك وتهين إدارة القناة وغريمك في بث مباشر على الهوا في موقف على أثره هتفقد وظيفتك في القناة. في طريقك وانت خارج من مبنى القناة الحظ العثر مازال بيطاردك. لما هتشوف عصابة بتضرب شحات بسيط في الشارع وتسرقه، هتحاول تساعده فهيعتدوا عليك ويضربوك بعنف. هترجع البيت غضبان، بتتخانق انت وخطيبتك وبتقول لها ان ربنا غضبان عليك وبيتجاهلك، مش عاوزك تنجح ابدا في حياتك. بتسيب البيت في عاصفة من الغضب، سايق عربيتك بتكلم ربنا وتقول له اديني علامة، عرفني ان ليك وجود. بتتجاهل علامات الوقوف على الطريق، فبينتهي بيك الحال مصطدم بعمود نور في الطريق. بتخرج من العربية وانت في حالة غضب عارمة، بتزعق في وسط الطريق في الشارع الفاضي، بتطلب من الله انه يظهر ويوريك نفسه، يبرر لك ليه بيعمل معاك كده. Okay, God. You want me to talk to you? Talk back. Tell me what's going on. What should I do? Give me a signal. I need your guidance, Lord. Please send me a sign. Oh,
what's this joker doing now? Okay. All right. I'll try it your way. All right. Lord, I need a miracle. I'm desperate. I need your help, Lord. Please reach into my life. What the heck? Where are ya? I got ya. Fine! The gloves are off, pal! Come on, let me see a little wrath. Smite me, almighty smiter! You're the one who should be fired! The only one around here not doing his job is you! Answer me! تليفونك بيرن، بترد رسالة عن وظيفة ليك. في اليوم التالي بتروح العنوان علشان تقابل المدير. مبنى قديم في شارع مهجور. لما بتدخل بتشوف قاعة كبيرة لونها أبيض خالية تماما من كل شيء إلا عامل نظافة بيمسح الأرضية. هيطلب منك تساعده، فهتعتذر وانت بتضحك وتقول إن عندك مقابلة شغل. لما هتطلع الدور السابع هتلاقي نفس العامل فوق بيصلح النور. هيقلع لبس العامل وتلاقيه لابس تحته بدلة أبيض في أبيض. هيعرفك بنفسه على إنه الواحد الأحد الله. مش هتصدقه في البداية، لكنك هتصدقه بعد ما يقولك معلومات عن حياتك محدش يعرفها غيرك. هيعرض عليك وظيفته علشان تكون إله لعدة أيام. Who are you? I'm the one. Creator of the heavens and the earth. Alpha and Omega. Oh, I see where this is going. Bruce, I'm God. Bingo! Yahtzee! Is that your final answer? Our service has God! Bing, 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 bing. Well, it was nice to meet you, God. Thank you for the Grand Canyon, and good luck with the apocalypse. Oh, and by the way, you suck! You know what would have been a little bit more impressive, though? If you hadn't used the cheesy file cabinet illusion. Anybody with a brainstem can tell that that drawer is being fed through the wall from the other side. All you have to do is find the crease right around here. There is a seam here, or a hollow spot. Where? Through the drywall and concrete? Okay, that is a good one. That is a good one. You've been doing a lot of complaining about me, Bruce. And quite frankly, I'm tired of it. In a way, I brought you here to offer you a job. Job? What job? My job. You think you can do it better, so here's your chance. When you leave this building, you will be endowed with all my powers. من الفزع هتهرب من المبنى، لكنك فجأة هتكتشف إن عندك قدرات غير عادية قبل ما يظهر الإله في بدلته البيضاء مرة تانية ويتمشى معاك على سطح مياه المحيط وهو بيعرفك على قواعد اللعبة. هيقولك في قاعدتين 2 لابد إنك تحافظ عليهم، ما تقولش لحد على قدراتك وما تتحكمش في الإرادة الحرة للبشر. غير كده انت عندك قدرات الله في كل شيء. بتبدأ تستخدم قدراتك الجديدة باستهتار لتحقيق مصالحك الشخصية. عربية جديدة، لبس جديد، بتعاقب العصابة اللي ضربتك، بتصلح علاقتك مع خطيبتك، بترجع شغلك، بتعاقب غريمك في الشغل. لكن فترة الاستمتاع بالقدرات الجديدة دي هتنتهي لما هتبدأ تسمع أصوات في عقلك طوال الوقت هتدفعك للجنون، قبل ما هيظهر الإله مرة أخرى ويفهمك إن دي أصوات أدعية البشر، وإن الوقت حان علشان تبدأ تمارس عملك كإله وتجيب دعوات وطلبات الملايين من البشر. Well, you took the job, Bruce, so I suggest you get to it. Prayers, okay, prayers. This creepy whisper thing has to end. Organization and management. That's what I need. I need a system, something concrete. Concentrate. Files. Let all prayers be organized into files. Well, that takes care of the voices. Not exactly a space saver, though. Grace might notice. I know. Prayer Post-its!
I need something with a lock. Security, combination, password. A password. You've got prayers. Welcome to the Revelation Superhighway. We bless, no mess. Downloading now. هتخلق برنامج كمبيوتر للإجابة على طلبات البشر، ولما هتجاوب على كل الطلبات بعد ساعات من العمل الشاق، ملايين من الأدعية والطلبات الجديدة هتظهر على البرنامج بعد ثواني. فهتقرر تجيب على كل الدعوات والرغبات مرة واحدة وتدي الناس كل اللي هي عاوزاه. المدينة هتتحول لحالة فوضى، آلاف الناس بتكسب اللوتري وكل واحد عاوز حاجة اتحققت، والنظام فقد تماما من المدينة. القدرة والغرور هيتملكوك، خطيبتك هتظبطك مع مذيعة زميلتك في القناة فهتهجرك، هتحاول تعتذر لكنها هتسيبك وهي حزينة بسبب خيانتك، هتحاول تأثر عليها باستخدام قدراتك لكنك مش هتقدر لأن القاعدة إنك ما تتدخلش في حرية إرادة البشر. لما هتيأس تماما هتقف في وسط الشارع وتصرخ وإنت بتعلن لربنا إنه هو اللي كسب وإنك استسلمت. وظيفة الله مش سهلة وإنك كنت غلطان، لكن في خضم بكائك بتصدمك عربية وتفوق من غيبوبة واقف وسط السحاب مع الله في بدلته البيضة. هيقولك محدش بيقف في وسط الطريق ويكلم ربنا. هتقوله إنك يئست وعرفت إن كل اللي إنت عاوزه من الحياة هو إسعاد خطيبتك وتعويضها عن غلطتك. هيصعقك بصباعه فهتفوق في المستشفى والدكتور بيقولك إنك نجيت بمعجزة. You can't kneel down in the middle of a highway and live to talk about it, son. But why? Why now? Bruce, you have the divine spark. You have the gift for bringing joy and laughter to the world. I know, I created you. Quit bragging. See, that's what I'm talking about. That's the spark. قبل ما تظهر خطيبتك وهي بتبكي لما تشوفك نايم وآثار الحادثة عليك في كل مكان، هتحضنك وتقولك إنها مش هتسيبك تاني أبدا. هتبتسم وانت بتبص للسما من شباك الأوضة بعد ما أخدت فرصة جديدة في الحياة. في كل ديانة كبرى في اعتقاد رئيسي إن في واقع متعالي Transcendent Reality وراء الواقع المرئي اللي احنا جزء منه. فلسفة الدين ركزت من بدايتها على محاولة فهم ازاي الأديان المختلفة بتتناول فكرة الحقيقة النهائية Ultimate Reality، وإيه الفروق الأساسية بين الرؤى المختلفة. في الديانات الإبراهيمية الثلاثة تصور الحقيقة النهائية في صورة إله شخصي Personal God، إله مدرك لذاته ووجوده، غير متجزئ، غير متناسخ، خالق لكل شيء وكامل في كل شيء. أما في الأديان الشرقية زي البوذية بودويزم، الطاوية طاويزم، ومدرسة الأدفيتا في الهندوسية هندويزم، الحقيقة المتناهية بتتفهم بصورة مختلفة، مش على صورة إله شخصي خالق، لكن على سبيل المثال حالة وجود مطلق Absolute State of Being، من غير الممكن وصفها في صورة مجموعة من الخواص زي كامل القدرة، كامل المحبة، أو كامل العلم، لأنها واقع غير متمايز مطلق. الطاوية بتطلق على الحالة دي الداو، أما الهندوسية بتطلق عليها براهمان، والبوذية بتسميها النيرفانا. المفاهيم المختلفة دي لطبيعة الحقيقة النهائية بتفتح الباب لمجموعة أخرى من الأسئلة الوجودية المهمة زي الخلاص salvation، الحياة بعد الموت life after death، الشر والمعاناة evil، وغيرها من القضايا الأخرى. في طرحنا هنركز على مفهوم الحقيقة النهائية في الديانات الشرقية، وبعدها هنتبعه بطرح الديانات الإبراهيمية. المطلق والعدم the absolute and the void. الهندوسية واحدة من أقدم الديانات في التاريخ المدون، بيرجع عمرها لأكثر من 5000 سنة. وعلى النقيض من الأديان الأخرى، الهندوسية بتتبنى رؤية كونية world view وعقائد كتير مختلفة، بتتنوع ما بين عقائد توحيدية theistic، عقائد تعددية أكتر من إله polytheistic، عقائد وحدوية وحدة الإله والطبيعة pantheistic، وعقائد إلحادية atheistic
بسبب التنوع الكبير ده في الرؤى العقائدية والفقهية في الديانة الهندوسية، من الصعب تلخيص وتحديد وجهة النظر الهندوسية حول أي قضية محددة، وبالتالي هيكون من الصعب التعرض لكافة المدارس دي في عرضنا لوجهة النظر الهندوسية. فهنكتفي بالتركيز على الأدفيتا، المدرسة الهندوسية الأكثر شهرة في أدبيات فلسفة الدين، واللي بتتناول الحقيقة النهائية على إنها براهمن فقط. أحد الشخصيات المحورية والأساسية في مدرسة الأدفيتا الهندوسية الفيلسوف والراهب شانكرا، عاش في القرن الثامن ووصف الحقيقة النهائية براهمن وقال: إنه براهمن الواقع الوجود الوحيد، مطلق ومستقل تماما عن أفكار وعقول البشر. عقولنا الجاهلة والمحدودة تتصور أن الكون مركب من صور وأشكال متنوعة، لكن الوجود براهمن فقط. الصورة دي من الهندوسية المطلقة اللي بتشوف إن الحقيقة النهائية مطلق غير متمايز، أيضا صورة من صور التوحيد، لأنها بتقر إن في حقيقة واحدة وهي براهمن. الحقيقة دي ملهاش خواص، وكل الصفات المميزة الظاهرة ما بين براهمن والعالم وهمية. عند معتنق المذهب الأدفيتي، الاعتقاد ده صحيح وحقيقي لكل الأشياء، حتى ما بين الشخص نفسه آتمن وبراهمن. النص السنسكريتي المقدس في الشاندجويا أبنشاد، أحد النصوص المقدسة في مدرسة الأدفيتا الهندوسية، ضرب مثال بالنحل بيصنع العسل بجمع جوهر أو رحيق الأشجار اسنس المختلفة، وبيختزلهم في جوهر جديد مفيش فيه فروق زي العصائر الأولى اللي صنع منها عسله. بنفس الصورة الكل واحد في براهمن، انت جوهر الشجرة. في الحقيقة عند قراية أو دراسة النصوص الهندوسية للمرة الأولى، بيكون من الصعب على العقول اللي ما نشأتش تحت عباية الثقافة الهندوسية استيعاب فكرة إن مفيش حدود أو فروق ما بين الأشياء، خصوصا ما بين الشخص نفسه والأشياء الأخرى. خبراتنا وتجاربنا اليومية بتنطوي على فكرة إن كل واحد منا فرد مستقل، له هويته واستقلاليته عن باقي الأفراد، وبالتأكيد عن الله. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو ليه احنا كأفراد في الواقع ده مش بنعيش تجربة الوحدة مع براهمن، او الواقع اللي مفيش فيه استقلالية او حدود ما بين الكائنات؟ ليه بنشعر ونعتقد اننا ككائنات مستقلة مميزة ومختلفة عن باقي الموجودات؟ رد أتباع عقيدة الأدفيتا هيكون إننا بنبدأ في حالة من الجهل أو العدم تنويرية unenlightened بسبب التأثير الضار للمايا اللي بتصيبنا بالعدوى نتيجة الكارما. في الأساطير أو الميثولوجيا الهندوسية ميثولوجي، المايا بتصور على إنها إلهة سماوية مهمايا بتغوي وتضر البشر. أما فيلسوف الأدفيتا الهندوسي عادة ما بيفسر المايا على إنها حجاب إدراك عن الحق والوحدة مع الواقع المطلق. السؤال المنطقي الثاني هو إزاي من الممكن إننا ننتصر على الوهم ونخرج من حالة عدم التنوير دي؟ إجابة الأدفيتا هو إن علشان الفرد ينتقل لحالة تنويرية enlightened، علشان يقدر يتغلب على حجاب الجهل الكوني، هيتم عن طريق تخطي العقل الواعي المنطقي rational mind، اللي من الممكن تحقيقه عن طريق طرق اليوجا الخمسة: الكارما، العمل والفعل، الإخلاص باختي، التعقل intellection، التأمل meditation، واليوجا. عن طريق الممارسات العقلية والجسدية الصحيحة من الممكن إننا نهرب من قوة وهم المايا ونوصل لحالة الموكشا أو حالة التنوير اللي فيها بندرك إن الواقع واحد والتعددية مجرد وهم، وإن فقط الواحد المطلق الغير متمايز هو الحق. لكن بالرغم من ان الموكشا هي الهدف وسر الخلاص في الأدفيتا، لكن من المعروف ان في العقيدة مش دايما من الممكن تحقيق حالة التنوير في نفس الحياة. من الجائز جدا ان الفرد يحقق التنوير بعد اعادة بعثه في صورة حياتية اخرى ويتخلص فيها من تأثير الكارما السلبي. بالرغم من ان الواقع المطلق absolutism فكرة عتيقة وقديمة جدا في الهندوسية، الا ان في صور حديثة ليها. على سبيل المثال للحصر، الحكيم الروحاني الهندي رامانا العظيم رامانا ماهاريشي في عمله الأهم من أنا Who Am I سنة 1902 جادل إن أفضل طريقة للفرد يهرب بيها من حجاب الإدراك أو تأثير المايا هي عن طريق البحث بعمق داخله
عن طريق عملية بحث عن الذات self inquiry، أطلق عليها أنا الفكرة I thought. فيها بيتم التركيز الدائم على سؤال من أنا ومنين الأنا دي جت، بالتركيز التام على الأنا أو الذات وتجاهل كل الأفكار الأخرى. الفرد من الممكن إنه يصل في النهاية لإدراك ذاته self-realization، وإن الفرد ما هو إلا نفسه آتمان الغير منفصل عن براهمن. على أي حال، بالرغم من أن التقديرات بتشير إلى أن 3/4 النخبة الهندوسية بتعتقد في حقيقة واحدة مطلقة نهائية، إلا أن الفكرة دي ما أصبحتش شائعة بين عوام الهندوس، لكن تأثيرها كان كبير وعميق في التاريخ، الثقافة والعادات والتقاليد الهندوسية. البوذية انبثقت من التقاليد الهندية في الهند تقريبا في القرن الخامس قبل الميلاد، وبالنسبة لمفهوم الحقيقة النهائية هي أكثر اتساقا مع مدرسة الأدفيتا الهندوسية. لكن مفهوم الحقيقة المطلقة أو النهائية في البوذية، على الأقل في المدرسة الفكرية الوسطى مادهيميكا اللي طورها ناجاراجونا، أحد أهم الفلاسفة والروحيين المؤسسين لمدرسة فكرية معروفة بمدرسة الفراغ أو العدم سنة 150 قبل الميلاد، مش حقيقة مطلقة مجردة زي الهندوسية أو الإله الشخصي زي الديانات الإبراهيمية، لكن صنياتا اللي من الممكن ترجمتها العدم emptiness أو الفراغ void. للوهلة الأولى يبدو أن الفراغ أو العدم متناقض مع الحقيقة النهائية. إزاي من الممكن أن شيء حقيقي يكون فراغ أو عدم؟ البوذيين من أتباع المدرسة دي بيفهموا الشيء الحقيقي على إنه مستقل عن الأشياء الأخرى. الفيلسوف البوذي ماسو أبي بيوضح الفكرة ويقول البوذيين بيعتقدوا إن علشان الشيء من الممكن إنه يكون حقيقي أو ذا مادة لابد إنه يوجد مستقل بنفسه، لكن لو نظرنا في الكون هنلاقي إن كل الأشياء بتوجد في علاقة مع أشياء أخرى. الابن ابن بعلاقته مع أبوه، والأب بعلاقة مشابهة مع الابن. الأبوة مش بتوجد مستقلة بنفسها لكن في علاقة مع الأشياء الأخرى. البوذيين بيستخدموا كلمة سافابا للتعبير عن الوجود بذاته، الوجود المستقل بدون علاقة مع كائنات أخرى. ده الوجود اللي بيرقى لكونه الوجود الحقيقي النهائي. لكن لو كل شيء في الكون بيعتمد على شيء آخر في وجوده، إذن لا يوجد شيء في الكون من الممكن إنه يمتلك السافابا أو الوجود الحقيقي، وبالتالي الفراغ هو الوجود الحقيقي. فيما وراء الطبيعة البوذية لا يوجد أي شيء له وجود مستقل. الحقيقة النهائية هي الفراغ أو العدم. مفيش وجود لآتمان أو براهمن، مفيش وجود لنفس غير أناتمان أو اللا نفس no self. كل الأشياء سواء كانت المجرات، الكواكب، الأشجار، الحيوانات أو الناس بما فيها أنت وأنا، كلها مجرد تجريدات من الأحداث والعمليات اللي بتعتمد على بعضها البعض. وبالرغم من أن كل الأشياء بتبدو مستقلة وثابتة، لكن ده بسبب التجريد للتجارب اللي بيمر بيها الفرد وإضفاء فكرة الاستقلالية. لكن في الحقيقة كل شيء في حركة دائمة. لو الأفكار دي غامضة بالنسبة لك ما تقلقش، هنرجع نناقشها بالتفصيل في حلقات مستقبلية من سلسلة فلسفة الدين. على أي حال، كل الموجودات بتوجد في علاقة مع موجودات أخرى. كمان كل الموجودات بتنشأ من شبكة سببية مكتفية ذاتيا self-sustaining causal nexus. فيها كل وصلة بتنشأ من وصلة تانية. ده مبدأ النشأة المعتمدة براتيتيا سوموتبادا، أحد أهم الدعائم الرئيسية في ما وراء الطبيعة البوذية. فيه كل الأشياء والظواهر بتنشأ في شبكة سببية مترابطة، فيها كل شيء معتمد على ومتصل بشيء آخر. لا يوجد شيء في الشبكة نكسس مستقل، كل شيء بينشأ من شيء تاني. البوذيين كمان بيعتقدوا في فكرة الكارما، أو إن أفعال الماضي، الحاضر والمستقبل ليها تأثير على الفاعل، وده أحد أهم المسببات في الشبكة نكسس. بسبب الجهل أفيدا البشر بتستمر في تجربة الكارما اللي بتحصرهم في دائرة السبب والنتيجة cause and effect، الموت والبعث death and reincarnation. الطريق للخلاص من عالم الوهم زي ما ناجاراجونا قال هو الاعتراف سنياتا بالاعتراف بالفراغ أو العدم، برؤية إن مفيش مواد نهائية أو غير نهائية، مفيش فرد زائل أو حتى دائم،
كائنات. ساعتها بس من الممكن كسر حاجز الوهم من عالم الظواهر الخارجية والخروج من دائرة إعادة الميلاد ريبيرث وتجربة النيرفانا اللي فيها هتتلاشى الأنا والرغبات الشخصية. بنفس الصورة اللي الأدفيتا بتدعي إن الأنا أتمن هي نفسها براهمن، وبراهمن واقع مطلق غير متمايز undifferentiated ultimate reality غير مألوفة. أكيد ملاحظ إن البوذية بنفس الصورة اللي الأدفيتا بتدعي فيها إن الأنا أتمن هي نفسها براهمن، وبراهمن واقع مطلق غير متمايز undifferentiated ultimate reality صورة غير مألوفة، وبتبدو على النقيض تماما من التجربة البشرية المعتادة اللي كلنا بنمر بيها. وبالتالي الفكرة البوذية عن السنياتا أو الأناتمان بتقابل نفس التحدي. السؤال الطبيعي المنطقي اللي بيطفو على السطح دلوقتي، ليه ما بنمرش بتجربة فراغ أو اللا نفس أو الانفصال عن كل الأشياء؟ ليه بيبدو لنا كلنا إننا كائنات مادية مستقلة عن بعضها البعض وعن الحقيقة النهائية؟ رد فيلسوف البوذية هيكون في نفس سياق رد فيلسوف الهندوسية، وهو إن السر في إننا في حالة اللا تنوير، ولابد إننا نصل لحالة التنوير قبل ما نقدر نستوعب الحقائق الأساسية دي. الطريق للتنوير أو النيرفانا، حالة الراحة الأبدية وتلاشي النفس، هو اكتشاف، فهم، وممارسة الحقائق النبيلة الأربعة Four Noble Truths، والطريق السماني النبيل The Noble Eightfold Path. الحقائق النبيلة الأربعة هي: 1. كل الوجود معاناة دوكا. 2. كل المعاناة سببها الاشتهاء تريشنا. 3. الخلاص والتخلص من الشهوات الفردية الأنانية نيرودا. 4. الطريق لإنهاء المعاناة مراجا، والوصول للنيرفانا هو سلوك طريق الحق الثماني. 1. الرؤية الحق عن طريق استيعاب المنظومة الروحية البوذية. 2. الطموح الحق عن طريق الزهد في الحياة المادية. 3. الخطاب الحق، خطاب الحقيقة بكل تواضع واحترام. 4. السلوك الحق بالتصرف في تناغم مع المبادئ الأخلاقية. 5. المجهود الحق في حياة نبيلة. 6. الحياة الحق بلا ضرر للآخرين. 7. الفكر الحق. وأخيرا 8. التركيز الحق. الإله الشخصي Personal God. في حين أن مفكري الشرق الأقصى اعتقدوا أن الحقيقة النهائية غير متميزة وغير شخصية ومطلقة، وأنكروا وجود كيان سماوي علوي، التأملات الفلسفية حول فكرة إله شخصي متعالي كانت جزء أساسي من الحضارات الشرقية القديمة في بداية مهدها في مصر القديمة، مرورا بالحضارة الإغريقية ووصولا للحضارة الغربية الحديثة. كتير من فلاسفة الإغريق صاغوا تأملاتهم حول الإله السماوي أو الموجود الأعلى. الأفكار اللي نقلها وطورها وأكملها متكلمي وفلاسفة الإسلام المبكرين، واستخدمها مفكري الحضارة الغربية في عصور لاحقة في محاولة فهم طبيعة وخواص الإله في دياناتهم المختلفة. الله God في الديانات الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية، المسيحية، والإسلام، شخصي، كائن متعالي الوجود، خلق الكون وله خواص كونية متعالية Divine Attributes بتفرقوا عن باقي الموجودات. دي المدرسة التوحيدية Theism اللي بيعتقد فيها غالب أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة، وقطاع من أتباع الديانة الهندوسية اللي بيعتقدوا على العكس من مدرسة الأدفيتا إن الحقيقة النهائية لها خواص مميزة، ومن الممكن تصوير براهمن في صورة شخصية. دي المدرسة اللي صاغ أفكارها الفيلسوف الهندي رامونجا في بدايات الألفية الأولى، واللي اعتقد في صورة توحيدية من الأدفيتا الهندوسية بيطلق عليها فيشيشتا أدفيتا، فيها تصور براهمن متسق مع فكرة الإله الواحد في الديانات التوحيدية أكتر من الفكرة الوحدوية بانثيزم، أو فكرة إن الحقيقة النهائية غير متميزة وكل شيء جزء من وجود واحد. رامونجا أول النصوص الهندوسية من منظور توحيدي، فيه صورة محددة لإله شخصي واجب الطاعة، وجادل إن كلمة براهمن هي تعبير عن كائن علوي في طبيعته المتأصلة inherent nature، خالي من أي عيوب، وبيمتلك من الصفات الكاملة اللانهائية المستحيل تواجدها في البشر. أو ببساطة مصطلح براهمن من الممكن إطلاقه على أي كائن امتلك صفة العظمة greatness الكاملة في طبيعته الجوهرية وكل صفاته الأخرى.
بنفس الصورة اللاهوتي والفيلسوف المسيحي الفرنسي أسقف كانتربري أنسلم أوف كانتربري جادل في بدايات الألفية الأولى إن الله هو أي شيء من الأفضل إنه يكون بدل من أن لا يكون، كالكائن الوحيد الذاتي الوجود الخالق لكل شيء من لا شيء، كائن من غير الممكن تصور أي شيء أعظم منه، هو أعلى الموجودات، الوحيد الكائن بنفسه وقادر على خلق كل شيء من لا شيء. وبنفس الصورة هنلاقي تشبيهات مماثلة في الديانات التوحيدية الأخرى، لكن التأملات الفلسفية حول الإله الشخصي وطبيعته اتحركت في اتجاهات أخرى في العقود الأخيرة، والمناقشات المحورية في الفترة الأخيرة ركزت على فكرة الاتساق في التوحيد. بعض الفلاسفة جادلوا إن المفهوم التقليدي لله جائز، والصفات السماوية كما اعتقد فيها تاريخيا من الممكن تأكيدها وتفسيرها منطقيا، والبعض الآخر جادل إن المفهوم التوحيدي غير متناسق داخليا، بحيث إن الله بيتحول لكائن مستحيل الوجود. وبعض آخر جادل إن المفهوم التقليدي للإله الشخصي لابد إنه يتم تعديله بشكل جذري عشان يصبح متسق منطقيا. لكن بزال بعض من الفلاسفة بيجادلوا إن مفهوم الإله الشخصي متسق، لكن بعض الصفات والسمات الثانوية محتاجة لتعديل. في الجدالات الأخيرة حول اتساق مفهوم المدرسة التوحيدية قضيتين أساسيتين كانوا محل التركيز. الأولى هي الاتساق المنطقي لكل من السمات والخواص السماوية للإله على حدة، والتانية هي التوافق المنطقي للسمات والخواص السماوية للإله مع بعضها البعض. هنركز في مناقشتنا حاليا على القضية الأولى، وهنرجع نناقش القضية التانية في الحلقات المستقبلية من فلسفة الدين. المفهوم التقليدي للإله في الديانات التوحيدية بيحتوي على 5 صفات أو سمات أساسية. السمة الأولى ضرورة الوجود necessity. الله كائن ضروري الوجود، بمعنى إن وجوده لا يعتمد على أي كائن آخر، أي إنه كائن ذاتي الوجود self-existent. الكائن ضروري الوجود ضده هو الكائن مشروط الوجود contingent being، أو الكائن اللي من الجائز عدم وجوده. لو الكائن ده له وجود من الجائز جدا إنه ما يكونش له وجود، ده بالإضافة لأن وجوده بيعتمد على كائنات وظروف أخرى. في الكون المحيط بينا في أي اتجاه لو دققنا النظر بنلاقي كائنات مشروطة الوجود، سواء الكائنات الدقيقة زي كواركس في عالم الجزيئات، أو الكائنات الضخمة زي الكواكب النجوم والمجرات، أو حتى الكائنات اللي ما بينهم زي البشر الحيوانات النباتات إلى آخره. كل شيء مشروط الوجود. الفلاسفة اختلفوا في تفسير فكرة ضرورة وجود الله. بعضهم جادل إن الله ضروري الوجود حقيقيا factual necessity، اللي معناها إن الله دائم الوجود ومستحيل إنه يكون اتوجد في وقت ما، أو إن وجوده هينتهي في أي وقت مستقبلي. وبعض الفلاسفة جادل إن الله ضروري الوجود منطقيا logical necessity. لو فرضية ما ضرورية منطقيا، إذن من المستحيل إنها تكون خاطئة، وبتعد فرضية صحيحة بالضرورة في كل عالم ممكن. إذن لابد إن الله موجود في كل عالم ممكن، وإن من المستحيل منطقيا إنه يوجد عالم مفيش فيه وجود لله، بنفس الصورة اللي مستحيل فيها إن يكون فيه عالم فيه 1 + 1 = 5. من المستحيل منطقيا إن الله ما يكونش موجود. لكن هل فعلا وجود الله ضرورة منطقية؟ في الحقيقة بعض الفلاسفة اعتقدوا في الفكرة دي، لكن فلاسفة كتير آخرين رفضوا الفكرة تماما. على سبيل المثال إيمانويل كانت في عمله الأهم نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason اللي نشره سنة 1781 ادعى إن مفيش أي فرضيات ضرورية منطقيا بتحتوي على فكرة الوجود. لكن في عدد من الردود على اعتراض كانت، وفي العقود الأخيرة فكرة إن وجود الله ضرورة منطقية رجعت تكون نظرية بينظر ليها بعين الجدية مرة تانية. هنرجع نناقش فكرة ضرورة وجود الله منطقيا في الحلقات الجاية من سلسلة فلسفة الدين. السمة التانية هي كمال القدرة omnipotence. لكن يا ترى إيه هو معنى كمال القدرة؟ في الواقع الفلاسفة عبر العصور المختلفة احتاروا في السؤال ده. الراهب واللاهوتي الإيطالي توماس أكوينس
في عمله الأهم والأشهر على الإطلاق، واللي بيعتبر واحد من أهم كلاسيكيات الفلسفة بشكل عام واللاهوت المسيحي بشكل خاص، الخلاصة اللاهوتية سوما سيلوجيكا، اللي نشره سنة 1485 وما انتهاش الإكويني من كتابته. قال فيه إن الكل بيعترف إن الله كامل القدرة، لكن يبدو إن من الصعب تحديد بدقة كيف تكتمل قدرته. أحد مفاهيم فكرة كمال القدرة هو إنه يقدر يعمل أي شيء أيا كان، يقدر يخلق الكون، يجيب أي صلوات أو أدعية، يحقق المعجزات إلى آخره. لكن هل فعلا صحيح إن الله يقدر يعمل أي شيء؟ ما تستعجلش، فكر، هل من الممكن إن الله يقدر يخلق مربع مدور؟ أو عازب متجوز؟ أو شيء موجود ومش موجود في نفس الوقت؟ وإيه يا ترى موقف الله من الخطيئة؟ هل من الممكن إن الله يرتكب خطيئة؟ هل قدرته بتتخطى القوانين الأخلاقية؟ بعض الفلاسفة جادلوا إن الله قدرته غير محدودة ويقدر يقوم بأي شيء متصور أو حتى غير متصور. على سبيل المثال، فيلسوف عصر النهضة الفرنسي وأبو الفلسفة الغربية الحديثة رينيه ديكارت اعتقد إن قدرة الله غير محدودة بأي شيء، بما في ذلك قوانين المنطق والرياضيات، واعتقد إن الله قادر على إنه يخلق شيء سين موجود وغير موجود في نفس الوقت، أو إنه يخلي 1 زائد 1 تساوي 3. لكن معظم الفلاسفة اختلفوا مع ديكارت في الاعتقاد ده، وحددوا الاعتقاد بإن الله قادر على تحقيق أي شيء اللي من الممكن منطقيا تحقيقه، أو إن الله بيمتلك كل قدرة اللي من الجائز منطقيا امتلاكها. الشيء الجائز منطقيا هو الشيء اللي ما بيخالفش قوانين المنطق الأساسية، زي مثلا قانون عدم التناقض non contradiction، الفرضية ونفيها من المستحيل إنهم يكونوا صح في نفس الوقت، أو زي ما جادل الفيلسوف الإنجليزي المعاصر ريتشارد سواينبيرن في كتابه اتساق التوحيد The Coherence of Theism اللي نشره سنة 1977، إن الفعل المستحيل منطقيا مش فعل من الأساس، كلمات بتوصف فعل، لكن الكلمات دي ما بتوصفش شيء من الممكن فعله في اتساق، وبالتالي بتصبح مش اعتراض على كمال قدرة الله. بصورة أبسط، عدم قدرة كامل القدرة على خلق مربع مدور مش نقص في قدرته، لأن الكلمات اللي بتوصف مربع مدور مش متسقة من الأساس علشان يتم صياغتها في صورة فعل. على أي حال، بالرغم من أن المدافعين عن نظرية ديكارت إن قدرة الله غير محدودة بالمنطق هيكون من الصعب إقناعهم بحجة منطقية، إلا إنهم بكل تأكيد ما قدروش يدافعوا عن وجهة نظرهم بالمنطق والحجة العقلية، لأن ده هيكون تناقض ذاتي وبالتالي غير متسق. كمان لو الله قادر على القيام بأفعال متناقضة منطقيا، ده هيقود لتبعيات أخلاقية مشكلة. على سبيل المثال، الله هيصبح قادر على خلف وعوده أو على الكذب، اللي طبعا معظم أتباع الديانات التوحيدية هيسارعوا لتأكيد إن الله قادر على القيام بالأفعال دي إن أراد. لكن لو فرضنا إن الله غير قادر على القيام بأفعال معينة، الأفعال المستحيلة منطقيا أو الأفعال الغير أخلاقية، بيصبح مفهوم كمال القدرة في الحالة دي هو القدرة المثالية perfect power، مش القدرة المطلقة absolute power. إذن تحت الرؤية دي، القدرة نفسها مش هي جوهر سمة الله، لكن مثالية القدرة دي في إنها كاملة مثالية لا تكسر الوعود أو تبيح الكذب أو تناقض نفسها أو المنطق. وبالتالي بالرغم من أن الأفعال دي من غير الممكن للموجود العلوي القيام بيها، إلا أنه مازال كامل القدرة لأنها قدرة مثالية. السمة الثالثة كمال المعرفة omniscience. بنفس الصورة اللي اختلف فيها اللاهوتيين في تحديد القدرة، اختلفوا في تعريف ماهية كمال المعرفة. لكن أحد الرؤى المتفق عليها هي إن كمال المعرفة بكل الأشياء اللي تنطبق عليها صفة المعرفة، اللي المقصود بها في الحالة دي الادعاءات الصحيحة true propositions، لأنها كائنات المعرفة الوحيدة. ارجع لحلقة إشكالية الحقيقة. إذن الله على معرفة كاملة بكل ادعاءات الحقيقة الصحيحة، وبالتالي معرفة الله بتشمل كل حدث سواء ماضي حاضر أو مستقبل. لكن في السنوات الأخيرة ظهرت اعتراضات على الرؤية التقليدية دي لكمال المعرفة نتيجة تحليل فكرة المعرفة السماوية المسبقة divine foreknowledge
وحرية الإرادة البشرية free will. لو البشر عندها حرية إرادة بصورة تحريرية libertarian، إذن هيكون في أحداث مستقبلية مشروطة future contingent events، أي أحداث مشروطة بأفعال البشر النابعة من حرية إرادتهم في المستقبل. بعض الفلاسفة اللي بيعتقدوا في وجود أحداث مستقبلية مشروطة جادلوا إن طالما الأحداث دي ملهاش وجود في اللحظة، إذن من غير الممكن معرفتها حتى عن طريق كائن كامل المعرفة. الرؤية دي في الفلسفة بيطلق عليها الإيمان المفتوح open theism، الرؤية اللي بتجادل إن الله كامل المعرفة لكنه بيفتقد لمعرفة بعض الأحداث المستقبلية، بالتحديد الأحداث المستقبلية اللي بتعتمد على اختيارات البشر بإرادتهم الحرة، لأنها أحداث غير موجودة في حيز الوجود ومشروطة بحرية إرادة البشر. أحد أهم المدافعين عن الرؤية دي الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام هاسكر في كتابه الله، الوقت والمعرفة God, Time and Knowledge اللي نشره سنة 1989، جادل إن الله غير قادر على معرفة مشروطات المستقبل لكنه مازال كائن كامل المعرفة، لأنه على علم ومعرفة بكل شيء من الممكن أن يعرف، على علم بكل أحداث الماضي والحاضر وكل أحداث المستقبل اللي من الممكن تحديدها فقط بناء على أحداث الماضي والحاضر. لكن بعض الفلاسفة الآخرين جادلوا إن الله قادر على معرفة أحداث المستقبل المشروطة، لكن الوسائل اللي من خلالها بيحصل على المعرفة دي ما زالت بشكل كبير مجهولة. الفيلسوف الديني واللاهوتي المسيحي الأمريكي المعاصر ويليام لين كريغ في مقال نشره سنة 2001 بعنوان رؤية المعرفة الوسطى The Middle Knowledge View، طرح نموذجين للإدراك والمعرفة السماوية، نموذج حسي perceptual ونموذج نظري conceptual. النموذج الحسي قام على تشبيه بالحواس، فيه الله بيشوف ويدرك، لو الله كائن داخل إطار الزمن اللي بتعتبر إشكالية أخرى زي ما هنشوف بعد شوية، من غير الممكن إنه يعرف المستقبل بما إن المستقبل ملوش وجود في لحظة الحاضر. لكن في النموذج النظري الله ما بيكتسبش المعرفة بشكل حسي، لكن المعرفة في الحالة دي بتكون محتواه ذاتيا self-contained بصورة مشابهة للأفكار الفطرية innate ideas في العقل البشري، أو بصورة أبسط الله عارف بكل شيء في الماضي الحاضر والمستقبل بالفطرة أو الطبيعة innately. السمة الرابعة الأبدية eternity. المؤمنين بشكل عام تقريبا مجمعين في التأكيد على أن وجود الله أبدي ملوش بداية ولا نهاية، لكنهم بيختلفوا لما بيحاولوا يعرفوا معنى الأبدية وعلاقة الله بالزمن والكون الزمني temporal universe. في 3 وجهات نظر أساسية في أبدية الله وعلاقته بالزمن. الأولى الرؤية السرمدية timeless اللي بيجادل أنصارها إن الله بيقع خارج إطار الزمن، وإن الله ملوش أبعاد زمنية temporal dimensions ولا امتدادات زمنية temporal extensions، ملوش قبل خلال أو بعد. الرؤية التقليدية دي كان ليها أنصار كتير في المدارس الكلاسيكية الدينية زي أوغسطين وأكوينيس وأتباع في العقود الأخيرة كمان. أحد أهم الأسباب اللي دفعت كتير من المفكرين المؤمنين إنهم يعتنقوا الرؤية دي هو إنها بتحل إشكالية معرفة الله المسبقة وحرية إرادة البشر، لأن بما إن الله كائن غير زمني atemporal، إذن هو ما بيعرفش الأحداث مسبقا، ببساطة هو عارف لكل الأحداث بصورة غير زمنية timelessly بالمرة، بما في ذلك أفعال الإرادة الحرة. سبب آخر للاعتقاد في الرؤية السرمدية هو إن لو الله هو الكائن الأكمل وجوديا، إذن لابد إنه يكون في أكمل وأسمى صورة من الوجود، وبالبديهة يبدو إن أكمل وأسمى صورة للوجود هو الوجود الغير محدود بإطار الزمن أو الوجود السرمدي، لأن الكائن الزمني لابد إنه يتحرك مع حركة مرور الزمن، وبالتالي مش هيكون قادر على تجربة الحياة كلها دفعة واحدة بنفس الصورة اللي كائن سرمدي يقدر. الفيلسوف الديني واللاهوتي المسيحي المعاصر برايان ليفتو جادل سنة 1991 في كتابه الزمن والأبدية Time and Eternity إن في رؤية إن الله كائن زمني هيكون في حلقات كاملة في حياة الله مفقودة للأبد من غير الممكن استرجاعها إلا في ذاكرة الله، وبالتالي الوجود الزمني غير متكافئ مع حياة الله.
جدلية أخرى لدعم النظرية السرمدية معتمدة على النظرية النسبية Relativity Theory. طبقا للنظرية الزمن time والمكان space متوحدين ملهمش وجود بدون بعض. معظم المؤمنين بيعتقدوا ان الله كائن غير مكاني non-spatial، وبالتالي علشان تتسق الفكرة دي مع النظرية النسبية لابد ان الله يكون ايضا كائن غير زماني non-temporal. لكن في عدد من الاعتراضات على النظرية السرمدية تم طرحه في العقود الأخيرة. أولها إن السرمدية timelessness هتحد معرفة الله للحقائق السرمدية فقط timeless truths، زي الحقائق الرياضية مثلا 2 زائد 2 تساوي 4. يعني على سبيل المثال تخيل إن في حدث إنك بتسمع الحلقة الجديدة من كلام فلسفة دلوقتي. الله في الاعتراض ده غير قادر على معرفة الحدث ده لأن دلوقتي مصطلح زماني مرتبط بمعرفة زمنية، الكائن السرمدي ما يقدرش يوصل لها. ثانيا يبدو أن الرؤية السرمدية بتتعارض مع النصوص المقدسة للديانات التوحيدية، التوراة الإنجيل والقرآن، كلهم بيشيروا لأن الله له تاريخ وأفعال زمانية داخل التاريخ ده. الله خلق الكون في الماضي، الله بيدير الكون في الحاضر، والله هيحاسب البشر في المستقبل إلى آخره. لو النصوص بتشير لأن الله له أفعال داخل إطار الزمن، إذن لابد أن الله داخل إطار الزمن على الأقل من وجهة نظر الاعتراض ده. الرؤية التانية هي الاستمرارية everlasting. أنصارها بيجادلوا أن الله ملوش لا بداية ولا نهاية لكنه ممتد زمانيا temporally extended، أي أن الله متواجد للأبد في الزمن. الرؤية دي دعمها بعض الفلاسفة الكلاسيكيين زي ويليام الأوكامي، ويليام اوف اوكام، وجون دون سكوتس، وفلاسفة معاصرين زي ريتشارد سواينبيرن، والفيلسوف الأمريكي المعاصر نيكولاس والتر ستورف، اللي طرح عدة أسباب لاستمرارية الله بالإضافة للاعتراضات المقدمة على الرؤية السرمدية في مقال بعنوان الوقتية الإلهية الغير مشروطة Unqualified Divine Temporality، نشره سنة 2001. أحد الجدليات إن طبقا للنصوص المقدسة الله بيتدخل بشكل فاعل باستمرار في العالم. تدخل الله بشكل فاعل في العالم معناه إن الله له تاريخ مرتبط مع العالم، تاريخ من ممارسة أفعال متتابعة زي مثلا التحدث لأشخاص في العالم طبقا للنصوص المقدسة. لكن علشان الله يكون قادر على اكتساب تاريخ من النوع ده لابد إنه يكون في علاقة زمنية ما مع العالم. إذن بالتالي لابد إن الله زماني temporal. ده بالإضافة لأن الرؤية دي أبسط فلسفيا وبتتجنب الصعوبات اللي بتواجه الرؤية السرمدية، خصوصا وإن كتير من الاعتراضات المطروحة على الرؤية السرمدية في الواقع ممكن استخدامها كجدليات في صالح الرؤية الاستمرارية. لكن الرؤية الاستمرارية عاجزة عن حل إشكالية معرفة الله المسبقة وحرية إرادة البشر، ده غير إنها جعلت وجود الله أقل كمالا من الوجود السرمدي إن وجد. الرؤية الثالثة والأخيرة هي الأبدية والزمنية Eternal and Temporal، اللي أنصارها بيجادلوا إن الله وجود بدون توقيت زمني Temporal Duration، لكن عند خلق الكون الله دخل في علاقة زمنية مع الكون. في عدد كبير من الفلاسفة واللاهوتيين الدينيين بيعتقدوا في الرؤية دي مؤخرا. يمكن الفيلسوف الديني واللاهوتي المسيحي ويليام لين كريغ نشر عن الرؤية دي أكتر من أي كاتب آخر. كريغ والفيلسوف واللاهوتي الأمريكي المعاصر بول كوبن سنة 2005 قدموا كتاب بعنوان خلق من لا شيء، استكشاف إنجيلي فلسفي علمي Creation out of nothing A Biblical, Philosophical and Scientific Exploration. وجادلوا فيه إن فكرة إن النصوص المقدسة بتدعم علاقة الله الزمنية بالكون فكرة غير قاطعة، بمعنى إنها بتدعم كل من الوجود السرمدي والزمني في نفس الوقت. وجادلوا إن في أسباب دينية وفلسفية جيدة لتأكيد كل من الرؤية السرمدية والرؤية الزمنية للوجود الإلهي، وبالتالي بدلا من الاعتقاد في واحدة منهم بشكل حصري من الممكن الاعتقاد فيهم الاثنين بالصورة الآتية: الله سرمدي بدون الكون اللي خلقه لكنه زمني مع خلق الكون. طبعا زي ما انت اكيد متوقع في عدد كبير من الاعتراضات على الرؤية دي، اولها الاعتراضات اللي طرحت على كل من الرؤيتين السابقتين بالاضافة لاعتراض اخر وهو عدم الاتساق incoherent.
اللي طرحه الفيلسوف الديني المعاصر ألان بيدجيت سنة 2007 في مقال بعنوان الأبدية Eternity. النقد إن الله من غير الممكن إنه يكون غير زمني بالكامل زي ما كريج جادل، لأن الله كان سرمدي بدون كون حتى لحظة خلق الكون، وبالتالي حدث تحول أو تغير change في الحالة السرمدية علشان تصبح حالة زمنية. إذن لابد أن الله تغير على الأقل عقليا عند لحظة الخلق. لكن بما أن الزمن والتغير متشابكين بالضرورة، ارجع لحلقة إشكالية الوقت لو عاوز تعرف أكتر عن طبيعة الزمن، أي إن مفيش زمن بدون تغير ومفيش تغير بدون زمن. إذن لابد إن الله تغير، وبالتالي من المستحيل إن الله كان في حالة سرمدية كاملة. الاعتراض اللي هيقود لفكرة ثبات جوهر الله immutability، وهي إن الله غير قابل للتغير في جوهره intrinsically changeless. بصورة أخرى، من المستحيل إن الله يتغير في خواصه وسماته الجوهرية. أحد الجدليات للفكرة دي هي إن الله مطلق الكمال، وأي كائن مطلق الكمال غير قابل للتغير، لأن التغير هو التحول للأفضل أو الأسوأ. لكن بما إن الله كائن مطلق الكمال، إذن من غير الممكن إن الله يتغير، وبالتالي الله ثابت الجوهر God is immutable. لكن الله مش ثابت خارجيا، بمعنى إن صفاته الخارجية متغيرة. على سبيل المثال، بعد فعل خلق الكون، الله اكتسب علاقة خلق الكون اللي ما كانتش أحد خواصه قبل عملية الخلق. لكن القضية هنا هي إن كان بيطرأ على الله تغيرات جوهرية، أي تغيرات في طبيعة الله. في السنوات الأخيرة بعض المفكرين اليهود والمسيحيين جدلوا إن التغير في جوهر أو طبيعة الله جزء أصيل في معنى الله. عند المفكرين دول الله مش مادة، لكنه عملية process فاعلة في مجسم زمكان الوجود spatio-temporal، بتعمل في خلفية الوجود وما بعد الوجود. دي نظرية الحلولية أو وحدة الموجود pantheism. فلسفة العملية process philosophers كمان بيعتقدوا إن كتير من الصفات التاريخية لله مشتقة من الفلسفة الإغريقية القديمة الوثنية، مش من النصوص المقدسة. أحد الصفات دي هي الثبات في الجوهر immutability. الفيلسوف الديني وفيلسوف ما وراء الطبيعة الأمريكي تشارلز هارتسهورن في كتابه كمال القدرة والأخطاء اللاهوتية الأخرى Omnipotence and Other Theological Mistakes اللي نشره سنة 1984، جدل إن الاعتراض التقليدي على التغير في جوهر الله هو إن لو الكائن كان كامل، بمعنى إن مفيش شيء أفضل من كده ممكن يكون عليه، إذن التغير للأفضل مستحيل للكائن ده. لكن الافتراض الغير ملحوظ هنا لأكثر من 2000 سنة إن من الجائز منطقيا تصور قيمة عظيمة مطلقة إلى ما لا نهاية، لدرجة إن من غير المعقول تصور اجتيازها. إزاي من الممكن إننا نتصور أي شيء بالصورة دي؟ إذن لابد إن في تناقض منطقي. هارتسهورن جادل هو وآخرين من فلسفة العملية إن الله كائن غير ثابت، لكنه تحول دائم، في حين أن الخواص المجردة لله زي الخير، الحكمة، العدل إلى آخره ثابتة. الله نفسه متغير وفي تطور دائم بنفس الصورة اللي الوجود بيتغير بيها. الله بيكتسب تجارب جديدة ومعرفة جديدة من أحداث بتتم طوال الوقت من خلال حرية إرادة البشر اللي خلقها. السمة الخامسة والأخيرة هي كمال الخير goodness. بالرغم من أن المعتقدات الدينية الإغريقية المبكرة ألصقت بالآلهة العديد من النواقص والقصور البشرية، إلا أن أفلاطون بليتو أكد في عمله الأهم الجمهورية The Republic فكرة أن الله خير كامل pure good، ومن المستحيل أن أي شيء يصدر عنه. في الديانات الإبراهيمية يقال أن الله كامل الخير بشكل عام في كمال كيانه completeness واستقلال ذاته self-sufficiency، والحرية من الشهوات أو الرغبات أو النقصان. بالتصور ده كمال الخير بيشير لنفس معنى كمال الوجود perfect being. بالصورة دي الله فقط وحده هو كامل الخير والكيان. أما بشكل محدد كمال الخير سمة من سمات شخص الله الأخلاقي moral character، والله بينقل الخير ده لمخلوقاته في صور عدة كالخلق والتضحية.
المفهوم ده واضح جدا في النصوص الدينية. مثلا في اليهودية الخير السماوي Divine Goodness بيعتقد انه ممثل بشكل خاص في ايصال القانون والشريعة الالهية للبشر في سورة التوراة. اما في الاسلام بيعتقد ان الخير السماوي ممثل في اظهار الحقيقة Truth النهائية من خلال الانبياء والرسل، وبشكل خاص الرسالة الخاتمة في القرآن. أما في المسيحية بيعتقد أن الخير السماوي ممثل في منحة المسيح نفسه لخلاص البشر من الخطيئة الأولى، في حين أن كمال الخير Goodness بيشمل كل كماليات الأخلاق زي الصدق، العدل، المحبة، السماحة إلى آخره، إلا أن إرادة الخير للآخرين Benevolence جانب آخر من كمال الخير. لكن في الحقيقة الخير Goodness له مفهوم ميتافيزيقي Metaphysical، بمعنى ان الخير مش خاصية او سمة مستقلة، لكنه زي الوجود بيتعدى Transcends كل فرق الموجودات. الخير خاصية بتنتمي لكل موجود شرطي Contingent Being في طور الوجود. وبما ان النصوص الدينية الإبراهيمية بتأكد ان كل كائن ذا وجود مدان بوجوده للموجود الأعلى، إذن كل كائن موجود بيساهم في كمال خير خالقه. زي ما انت شايف فكرة الخير الإلهي Divine Goodness محور شبكة معقدة من الأفكار بتربط الوجود بالخلق بالأخلاق. الوجود تحت منصة الأفكار دي خير جوهري Intrinsic Good، لكنه مش بالضرورة أخلاقي، بمعنى إن وجود شخص ما في حد ذاته خير من السماء حتى وإن كان الشخص ده نفسه سفاح. على نفس صورة درجات الوجود ضروري، مشروط، ومستحيل، ارجع لسلسلة فلسفة ما وراء الطبيعة. الخير أيضا له أنواع. مثلا الخير أو الجودة في الجسد المادي هي قابليته للتآكل، الفساد، والموت، اللي بتختلف مثلا عن جودة أو خير الروح اللي حسب مفهومها الديني من غير الممكن تطبيق نفس معايير جودة الجسد عليها. إذن من الناحية الأخلاقية للخير السماوي الله خير من حيث إنه خالي من النقصان الأخلاقي Moral Deficiency. خواصه الأخلاقية زي العدل، الصدق، إرادة الخير للآخرين إلى آخره كلها سمات في أكمل صور وجودها، وبالتالي يكتمل الجانب الأخلاقي لصورة كمال الخير في الموجود الإلهي. إذن مفهوم الديانات الإبراهيمية لكمال خير الموجود الأعلى من الممكن فهمه بصورة ميتافيزيقية وصورة أخلاقية. بالرغم من استقلالية المفهومين إلا إننا نقدر ندمجهم كالآتي: الله موجود كامل الخير من حيث الخير ومن حيث إن وجوده وجوهره واحد. في الله لا يوجد شيء غير محقق unactualized. الفكرة دي بتزيح الستار عن خاصية أخرى لكمال الخير، الخير تلك في الشخصية، بمعنى ان علشان الخير يتحقق للفرد لابد من ادراك نهاية الفرد، لكن في حالة الله الموجود الاعلى بيحقق ويدرك الخير بالضرورة. اي اهداف او غايات مشروطة contingent ends من غير الممكن انها تحقق الخير، لكنها بتعبر عنه فقط. اما في حالة المخلوقات خيرهم بيدرك في رحلتهم لتحقيق نهايتهم. الفكرة دي حول الخير والغاية لما بنطبقها على البشر بينتج عنها نظرية أخلاقية تعريفية ميتا إيثيك. مضمونها علشان يكون الفرد خير أخلاقيا لابد إنه يدرك سقف إمكانياته. في الحقيقة في علاقة قوية بين مفهوم الخير السماوي وكمال كيان وجود واستقلالية الله. الوصلة تمت عن طريق فكرة الخلق، بما ان في مخلوقات خيرة وخيرهم مدرك ميتافيزيقيا لانهم وجدوا من الاساس. اذا من باب اولى افورترايري ان الخالق يكون كامل الخير، لكن الله خارج دايرة المخلوقات. اذا الله هو الخير نفسه. God is goodness. في الحقيقة حكيم قرطبة القاضي أبو الوليد محمد ابن رشد ومن بعده الراهب والقديس الإيطالي توماس أكوينس جادلوا في العصور الوسطى إن بما إن الله المحرك الأول the primary operative اللي بيسبب كل شيء، إذن الخير والرغبات كلها تنتمي إليه. بصورة أخرى اللي بيخلي شيء ما خير إنه يجب إنه يكون مرغوب. الجانب الآخر للخير هو الكمال. الله متعالي الكمال وبالتالي كامل الخير. إذن الله خير بالضرورة.
في الحقيقة بعض الفلاسفة اعترضوا على فكرة ان الله خير بالضرورة نتيجة لتبعياتها. منطقيا على أرضية ان لو خاصية س ضروريا جزء من كائن نون، إذا النون لا يمكن انه يشكر او يحمد على س، وبما ان الله بيحمد على خيره إذا لابد ان الخير غير ضروري في الله، ومن هنا جدله إذا لابد ان الخير خاصية مشروطة في الله. لكن رد النقد ده معتمد على فكرة اننا ما بنحمدش الله على تحقيق او الحفاظ على الخير الاخلاقي moral goodness، لكن على كونه هو نفسه الخير الاخلاقي. لكن في الواقع مش دي الاشكالية الوحيدة اللي بتقابل فكرة الخير المحورية ما بين الكمال الخلق والاخلاق. إشكالية أخرى هي لو الخير في المخلوقات والموجود الأعلى مرتبطتين، هل المخلوقات خيرة في ذاتها لأن الله خلقها بغض النظر عن طبيعتها؟ بصورة أبسط، هل المخلوقات فيها طبيعة الخير لأن الله خلقها؟ أم لأنها بتشارك في الخير السماوي؟ في الحقيقة الإشكالية دي معقدة ومن الممكن أننا نقضي حلقات في دراستها، لكننا هنكتفي هنا بأننا نلفت النظر لأن الديانات الإبراهيمية الثلاثة بترسخ الاعتقاد في أن طبيعة الخير في المخلوقات مستمدة من خالقها. إشكالية أخرى بتركز على العلاقة ما بين الخير السماوي والحرية السماوية Divine Freedom. لو أن الله كامل الخير كامل الوجود، ليه الله بيخلق أي شيء آخر مستقل عن ذاته؟ رد تقليدي على الإشكالية دي هو أن الخير فيه نزعة الانتشار diffusion، وبالتالي وجود كل المخلوقات ما هو إلا انتشار الخير السماوي. لكن الرد التقليدي ده بيفتح الباب لإشكالية حرية الإرادة الإلهية، لأن لو عملية الخلق ما هي إلا فيض وانتشار ضروري في طبيعة الخير، إذن هيكون من الصعب تجنب فكرة نقص حرية إرادة الخالق. الفكرة دي لعبت دور مهم في إلقاء الضوء على بعض التناقضات المحتملة داخل الديانات الإبراهيمية. ما تقلقش، هنرجع نناقش الفكرة دي بالتفصيل في المستقبل. على أي حال، من الممكن أننا نقول أن الخير السماوي هو معيار بديهي a priori standard للكمال، اللي من خلاله كل الأعمال الخيرة من الممكن أن تقاس. الأمر اللي هيطرح علاقة دلالية سيمانتك ما بين الخير السماوي والخير البشري، اللي هيفتح الباب لعدة تساؤلات. هل الخير السماوي من نفس طبيعة الخير البشري؟ مرتبط بالتجربة والأفعال؟ ولو فعلا في علاقة، هل الخير محل البحث من الناحية الأخلاقية ولا من ناحية أخرى؟ ولو كانت الناحية محل البحث هي الجانب الأخلاقي moral goodness، هل الله بيضع القانون أو المعيار الأخلاقي للخير في الحالة دي؟ ولا الخير السماوي بيتبع معيار القانون الأخلاقي زيه زي الخير البشري؟ بصورة أبسط، هل الفعل أخلاقي لأن الله أمر به؟ أم إنه أخلاقي لأنه أخلاقي في ذاته؟ ارجع لحلقة طبيعة الأحكام الأخلاقية في سلسلة فلسفة الأخلاق. أولا، لو مفيش علاقة ما بين الخير السماوي والبشري، إذن اللغة خادعة. ليه بنستخدم تعبير الخير للإشارة لمفهومين مختلفي الطبيعة؟ في بعض الأحيان بيجادل إن بما إن الله موجود خارج المجتمع الإنساني، إذن لابد إن الخواص الأخلاقية في المجتمعات البشرية غير قابلة للتطبيق عليه. لكن في الحالة دي لو الخير السماوي والبشري مشكوك في علاقتهم، بأي معنى بنشكر الله على خيره؟ توما الأكويني أكوينس أكد في خلاصته اللاهوتية إن لابد من التفريق ما بين أمر الوجود order of being وأمر المعرفة order of knowing. المخلوقات خيرة بما تشارك به في الخير السماوي، أما الخير السماوي نفسه معرف باستقراء تجارب الخلق الأخلاقية. بشكل أبسط، الأكويني بيحاول يقول لنا إن لابد إن يكون في على الأقل علاقة تشابه analogical بين الخير السماوي والبشري، ومن الجائز إن الخير مشروط أو مرتبط بطبيعة وشروط الوجود ممثل الخير، بمعنى إن الخير بالنسبة لكائن س مش هيكون متكافئ مع مفهوم الخير بالنسبة لكائن آخر صاد لو كان س وصاد كائنين من فصائل وجودية مختلفة. الخير الإلهي أو السماوي والخير البشري متشابهين نوعيا qualitatively، لكن الخير البشري على العكس من الخير السماوي ممثل بشكل منتهي finite مشروط contingent وناقص. لكن فلاسفة الحقبة الحديثة كان لهم وجهة نظر تانية. إيمانويل كانت في كتابه
أسس ما وراء طبيعة الأخلاق Groundwork for the Metaphysics of Morals سنة 1785 جادل إن الخير الإلهي ذا طبيعة مختلفة تماما وبيلعب دور مختلف تماما عن رؤية الأكواني. الخير في رؤية كانت مش جزء أساسي من الكمال الإلهي Divine Perfection. الله خير مش معروف لنا من خلال التشبيهات والنماذج زي ما توما الأكواني جادل، لكنه معروف لنا من خلال العقل العملي Practical Reason. وإن من متطلبات إدراك الأخلاق بشكل عقلاني في المجتمعات البشرية إن الله يكون المكافئ على الحسنة والمعاقب على السيئة كالخير الأسمى والأكمل. لكن منين بنوصل لأن الله هو الخير الأسمى أو الأكمل؟ فقط من فكرة الكمال الأخلاقي Moral Perfection. بصورة أبسط، صورة الإله الأخلاقي ما هي إلا دور منظم للبشرية، وكانت ما شافش أي دور آخر لفكرة كمال الخير في الله عقليا غير في دوره التنظيمي في المجتمعات البشرية. وبالتالي من الممكن رؤية كمال الخير كوظيفة حيوية فاعلة في حياة البشر على الأقل في وجهة النظر الكانتية. على أي حال، التركيز في أدبيات فلسفة الدين كان بشكل أساسي على سؤال هل الفعل أخلاقي لأن الله أمر بيه أم إنه أخلاقي لأنه أخلاقي في ذاته. الإشكالية إن لو الخير الإلهي بيتبع معايير أخلاقية مستقلة عن ذاته ده بيضعف من سيادة sovereignty واستقلالية الله في ملكوته. لكن لو الله هو اللي بيضع القواعد ومعايير الخير هي أفعاله، إذن طبيعة الخير كيفية arbitrary، بمعنى إنها متغيرة بإرادة الله. لو إرادة إن القتل بدون سبب يكون الخير هنتحول لمجتمعات من القتلة. أكيد شايف الإشكالية. في عدة ردود على المعضلة دي، أشهرها بما إن القيم الأخلاقية ضرورية ميتافيزيقيا metaphysically necessary، إذن حتى الله غير قادر على الأمر بالشر. مثلا بما إن تعذيب الآخرين شر ضروري، إذن حتى الله نفسه ما يقدرش يجعل عذاب الآخرين خير بأمره أو بإرادته. لكن أوامر الله بتأكد على ضرورة أفعال معينة تحت مجموعة من الظروف المشروطة contingent circumstances. مثلا أنا ممكن أستلف منك 5 جنيه، الله تحت ظروف معينة من الممكن أنه يجعل من الضروري أني أرد المبلغ، وتحت ظروف أخرى يجعل رد المبلغ مش ضرورة. طريقة أخرى للتعامل مع الإشكالية هو اللجوء لطبيعة الله الغير منقسمة أو الوحدوية simple nature، اللي بتخلي من غير الممكن إن الله يأمر بفعل أو مسار لأحداث يتعارض مع طبيعة الله الأخلاقية. بمعنى آخر، من غير الممكن وجود المتغيرات counterfactual الأخلاقية في طبيعة الله. على أي حال، إشكالية التعارض بين الخير الإلهي divine goodness وحرية الإرادة الإلهية divine freedom عادة ما بترتبط بإشكالية الشر في أدبيات فلسفة الدين. لأن لو الله كامل الخير، ليه الله ما بيخلقش أفضل العوالم الممكنة best of possible worlds خالي من الشر، العذاب والمعاناة؟ لكن من الجائز إن مفيش وجود لأفضل عالم ممكن، لأن مهما تصورنا أفضل عالم ممكن هيكون فيه دايما عالم ممكن متصور أفضل منه. لكن مش الجنة الموعودة في الديانات الإبراهيمية ال3 المفروض إنها أفضل عالم ممكن؟ أو من الجائز إن المتناقضات جزء أساسي من خلق الله بالضرورة اللي هيقود لإشكالية الشر؟ ليه كائن كامل الخير يخلق أو يسمح بخلق عالم فيه الشر ممكن وجائز، سواء كان شر من فعل الطبيعة أو شر ناتج عن مخالفة البشر للقانون الأخلاقي؟ كل دي أفكار مثيرة للجدل هنرجع نناقشها بالتفصيل في حلقات مستقبلية من سلسلة فلسفة الدين. اللاهوت السلبي Negative Theology Apophatic Theology. اللاهوت السلبي أو أحيانا بيطلق عليه لاهوت التعطيل هو طريقة لوصف الحقيقة النهائية Ultimate Reality أو الله عن طريق النفي أو التعطيل زي ما أطلق عليها متكلمي العرب الأوائل. الأرضية اللي بنيت فوقها النظرية إن من الممكن فقط بالجزم بإيه اللي ممكن ننفيه عن صفات الله. الأسلوب ده عادة ما بيفضل ما بين صوفية الأديان المختلفة اللي بيصروا إن تجاربهم الروحية الصوفية للحقيقة النهائية بتتعدى عالم اللغات البشرية الشكلية لعالم آخر يعجز اللسان عن وصفه، فيصبح هدف اللاهوت السلبي هو الاقتراب من مفهوم الله عن طريق تحديد إيه اللي مش الله.
what God is not بدل من محاولة وصف تأكيد صفات الله. فكرة لاهوت التعطيل قديمة جدا وبتظهر في ديانات وثقافات مختلفة بداية من الإغريق. الفكرة قائمة في الأساس على فرضيتين. الأولى، بما أن ظاهرة الألوهية أضخم أكبر وأكثر تعالي من أي أوصاف أو لغات بشرية، إذن لابد أننا نكون متواضعين جدا في وصفنا للظاهرة. ثانيا، بما أن العقل البشري عاجز عن الإحاطة بفهم ظاهرة الله اللانهائية، إذن كل الكلمات، المفاهيم والنظريات هتفشل في وصف الله بوضوح ودقة. في أفضل الحالات اللغات البشرية هتقدم وصف محدود للمفهوم الإلهي، وكأننا بنشوف قمة الجبل لكننا عاجزين عن رؤية الكيان المهول اللي أسفل القمة. وبالتالي أنصار فكرة اللاهوت السلبي بيدعو إن من الأفضل تجنب تأكيد أي صفات عن الله لتجنب وضعه في قفص اللي من الممكن يحد فهم البشر لطبيعته، ويتحول في بعض الأحيان لنوع من الوثنية العقلية. اللاهوت السلبي بيضد اللاهوت الإيجابي Cataphatic Theology أو Positive Theology، اللي بيحاول يفهم طبيعة الله عن طريق تأكيد صفاته. فكرة اللاهوت السلبي زي ما قلنا قبل كده بترجع جذورها للفلسفة الإغريقية. كل من أفلاطون، بليتو، وأرسطوطاليس، أرسطاطل استخدموا لفظ اللا موصوف ineffable في أكثر من موضع في كتاباتهم للإشارة لله الواحد. والفيلسوف المصري أفلاطين بلوتونس، أو زي ما أشار إليه فلسفة العرب الشيخ اليوناني، دعا إلى لاهوت سلبي ضمن أفكار مدرسته الأفلاطونية الحديثة نيو بلاتونيزم. وجادل في التاسوعة السادسة من التاسوعات أنيدز المنسوبة إليه، واللي تم جمعها على ما يعتقد سنة 2700 ميلادية، إن عقلنا من المستحيل إنه يدرك فكرة الواحد طول ما في صورة فاعلة له في أنفسنا. لابد إن الفرد يحرر روحه من كل الأشياء الظاهرية الخارجة ويتجه للغوص داخل نفسه بدون الاعتقاد أو الاعتماد على أي صور خارجية، ويخلص عقله من كل الصور النموذجية ideal forms، وينسى نفسه كليا. فقط وقتها من الممكن إنه يختبر ويدرك معنى الإله الواحد بلا صفات بلا سمات. في الهندوسية فكرة اللاهوت السلبي وسعة الانتشار في النصوص الدينية، زي مثلا في الأوبنشاد الجزء الأخير من النصوص الهندوسية المقدسة الفيدا، عادة ما بيتم الإشارة للطبيعة النهائية أو العليا براهمن على إنها فوق أي وعي أو أي إدراك بشري. يمكن أشهر الأفكار دي تم تلخيصه في بساطة في جملة نيتي نيتي، اللي معناها لا هذا ولا ذاك. في نص الأوبنشاد تلاميذ المعلم والفيلسوف الهندوسي ياجانا فليكا بيسألوه عن طبيعة براهمن، فبيرد إنه لا هذا ولا ذاك أو نيتي نيتي. النفي هنا مش الهدف منه الإنكار، لكنه تأكيد على إن أيا كانت الطبيعة الإلهية كونية أو شخصية، لما بيحاول الناس فهمها إدراكها أو وصفها بيحدوا طبيعتها اللانهائية بتجربتهم الروحية ليها. الفكرة اللي أوغل فيها بعد كده فيلسوف الأدفيتا الأشهر شانكرا، وجادل إن براهمن غير قابل للوصف، وأعلى درجات الحقيقة المطلقة هي نريجونا اللي معناها بلا صفات بلا سمات. أما في النصوص البوذية بوذا جاتاما بودا، أو زي ما بيشار إليه بالعربية الساهر اليقظ، مؤسس الديانة البوذية، نقل عنه أنه وصف حالة النيرفانا من خلال نفي الصفات عنها. لاهوت النفي أو السلب كان منتشر جدا في بدايات المنظومة الدينية البوذية. في النصوص البوذية بيشار للحقيقة النهائية كالآتي: الغير مولود unborn، الغير كائن unbecome، الغير مخلوق unmade. ده بالإضافة لحقيقة الأناتا اللي معناها ليست روح، اللي بتشكل الصفة المحورية في كل جدليات اللاهوت السلبي البوذي. الرسالة الأساسية هي إنكار الذاتية subjectivity والواقع الروحي spiritual reality لكل الظواهر. فبنقول الأشكال ليست روح، المشاعر ليست روح، الحواس، التجارب، الوعي إلى آخره. ويمكن واحدة من أشهر الجمل في النصوص البوذية المقدسة تعبير بوذا
لا شيء من هؤلاء روحي. None of these are my soul، اللي بيشير فيها لمجمل جسده المادي، روحه، عقله، أفكاره إلى آخره. وفي نص كتاب الداو ذات الكرامة، تاو تي تشينغ، الكتاب المؤسس في الديانة الطاوية داويزم، اللي كتبه الفيلسوف الصيني القديم لاو تسي، واللي لخص فيه حكمته قبل هجرته نهائيا خارج الصين، وبيعد أحد أهم الأعمال في تاريخ البشرية. أنصحك بقراية العمل المؤسس ده في أقرب فرصة ممكنة. بدأ أول نصوصه كالآتي: الداو التي يمكن تعريفها هي ليست الداو الأبدية الاسم. الذي يمكن أن يسمى هو ليس الاسم الأبدي الغير قابل للتسمية، هو الأبدي للأبد. التسمية هي أصل كل الأشياء المعينة. عندما تتحرر من رغباتك فسوف تدرك الغموض محبوسا في رغباتك، لن ترى سوى التجسدات. مع هذا فالغموض والتجسدات يأتيان من ذات المصدر. هذا المصدر هو الظلام، ظلام في ظلام، بوابتنا لفهم كل الأشياء. لاهوت ابن ميمون. في التقاليد اليهودية الله هو خالق الكون حسب سفر التكوين، لكنه مستقل عن الكون الفيزيائي، وبالتالي بيوجد خارج مجسم الزمكان space and time. لكن في صورة أخرى بديلة في مدارس التصوف اليهودية Jewish Mysticism، فيها الله شامل كل الوجود والواقع. في كتاب الحكمة لحركة هباد لوبوفيتش في اليهودية الأرثوذكسية، اللي مقرها الرسمي في مدينة نيويورك وبتعد أكبر منظمة يهودية في العالم، بينص على إن اعتبار أي شيء خارج كيان الله يعد شرك وعبادة للأصنام. الإشكالية اللي بيقدمها طرح مفكري حركة هباد: لو مفيش وجود لأي شيء خارج وجود الله، إزاي من الممكن إن الله يخلق نفسه؟ لكن حل الإشكالية دي بيعتبر خارج إمكانيات الإدراك والفهم البشري طبقا لتعاليم مدرسة حباد اليهودية. الفيلسوف والحاخام اليهودي الأندلسي بهية بن باكودا، اللي عاش في مدينة سرقسطة في الأندلس أسبانيا حاليا في النصف الأول من القرن ال11 الميلادي، واللي بيكتسب أهميته وشهرته من إنه وضع النظام الأخلاقي الأولي لليهود باللغة العربية في عمله الأهم الهداية إلى فرائض القلوب Guide to the Duties of Heart، اللي نشره سنة 1040، وتمت ترجمته للعبرية بعدها بأكتر من 100 سنة. على أي حال، باكودا جادل إن عدم قدرة البشر على وصف الله مرتبطة بحقيقة إن الله وحدة واحدة غير قابلة للتجزؤ. الوحدة الواحدة لابد إنها تكون خالية من الصفات، وعلى النقيض من أي شيء آخر غير قابلة للوصف. الفكرة اللي بنى عليها وطورها من بعده أحد أهم فلاسفة اليهود وفلاسفة العقلانية بشكل عام في العصور الوسطى، الفيلسوف والحاخام اليهودي أبو عمران موسى ابن ميمون ابن عبيد الله القرطبي مايمونيديز، المشهور برامبم، وأطلق عليه العرب الرئيس موسى، اللي اتولد في قرطبة بلاد الأندلس في القرن ال12 الميلادي، وانتقل ما بين المغرب فلسطين، واستقر به الحال في مصر حتى وفاته. ابن ميمون اتأثر جدا بالفلسفة الإسلامية، خصوصا أعمال الفارابي، ابن سينا، وابن رشد. في أهم أعماله دلالة الحائرين The Guide for the Perplexed، العمل الخالد اللي نشره في القرن ال12 كرسالة مكونة من 3 مجلدات لتلميذه الحاخام يوسف ابن عقنين، بيفسر له فيه آراءه في الشريعة اليهودية وأفكاره الفلسفية المتعلقة باللاهوت اليهودي بشكل خاص، زي العدالة الإلهية، علاقة الفلسفة بالدين إلى آخره. العمل اللي بان فيه جدا تأثر ابن ميمون بالفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام المعاصرين له زي أبي بكر بن الصائغ وابن رشد، وأصبح أحد أهم الأعمال الفلسفية من العصور الوسطى في تاريخ البشرية الفكري بشكل عام والتاريخ اليهودي الفلسفي بشكل خاص. على أي حال، ابن ميمون جادل إن من المفهوم إن بالرغم من إن البشر ما تقدرش توصف الله بشكل مباشر، إلا إن من الممكن إنهم يوصفوا الله بشكل غير مباشر عن طريق خواصه السلبية negative attributes، أو نفي الخواص عنه وتحديد إيه اللي مش الله. أما على الجانب الآخر، خواص الفعل attributes of actions ما بتوصفش الله، لكن تفاعله مع مخلوقاته.
ابن ميمون كان المفكر اليهودي الأول اللي صاغ الفكرة بوضوح لما قال في دلالة الحائرين: وجود الله مطلق واحد بلا أجزاء، وندرك فقط حقيقة وجوده وليس جوهره. ومن هنا من الخطأ الاعتقاد ان لله اي خواص بالايجاب positive attributes اللي ما زالت اقل من جوهر وجوده الحقيقي الغير ممكن وصفه بخاصية. اما الخواص السلبية negative attributes واجبة لارشاد العقل للحقيقة اللي ينبغي ان نعتقد فيها. لما بنقول عن كيانه انه موجود exists، فالمقصود هو ان عدم وجوده non-existence امر مستحيل. او لما بنقول انه حي، المقصود هو انه غير ميت. او لما بنقول انه الاول، فالمقصود هو انه وجوده غير مسبب باي سبب. وهكذا القادر، العليم، الحكيم، اي انه غير ضعيف او جاهل. او لما بنقول احد، اي انه لا يوجد اله غيره. إذن أي صفة لله إما بتعبر عن فعل ما أو صفة لكيانه، وصفات كيانه هي نفي العكس. الفكرة اللي وضحها ابن ميمون كان لها عظيم الأثر على النصوص والكتابات الحاخامية. على سبيل المثال كمال العلم omniscience بيشار إليه في النصوص اليهودية على إنه عدم الجهل non-ignorance، أو كمال القدرة omnipotence بيشار إليه بإنه عدم العجز non-impotence، والوحدة unity بعدم التعدد non-plurality، والأبدية eternity بعدم الوقتية non-temporality إلى آخره. أما صفات الفعل attributes of action بتكون على صورة الله كخالق، كمخلص، كرحيم إلى آخره. وأعلى صور اللاهوت السلبي في اليهودية ممثلة في كلمة يهوه، المصطلح اللاتيني من المصطلح العبري تتراجرامانتن اللي بيمثل اسم علم لإله إسرائيل في الكتاب المقدس. اليهود في العادة ما بينطقوش الاسم بالمرة لأنهم بيعتقدوا إنه مقدس لدرجة إنه غير منطوق، وبدل من نطق الاسم بيستبدلوه بنطق كلمة الرب أدوني. واليهود الأرثوذكس Orthodox Jews مش بس بيتجنبوا نطق الاسم لكن كمان كتابته، وبيستبدلوه بكلمة الواحد أو المقدس. ليست الطبيعة لكن الأشياء المحيطة بها. اللاهوت السلبي له مكان أيضا في الفكر المسيحي. المسيحية ديانة قايمة على نموذج الوحي Revelation Based Model. الله له خواص إيجابية محددة منسوبة إليه. النص المقدس بيعتقد إنه موحى به، أو بصورة أخرى الله بيتجلى لعباده من خلال كلمات الكتاب المقدس. على سبيل المثال في المعتقد المسيحي اللوجوس أو الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس ترينيتي تجسد incarnated. النوع ده من الاعتقاد بيدرج تحت مدرسة اللاهوت الإيجابي وغيرها من صور وصف الرب بالإيجاب زي ظهور الله لموسى إلى آخره. لكن مدرسة اللاهوت السلبي بتظهر في الفكر المسيحي عبر العصور في أفكار وكتابات العديد من المفكرين والرهبان. على سبيل المثال المفكر والفيلسوف المسيحي تورتورليوس في عمله الأهم الجدل الاعتذاري Apologeticus كتب: هذا اللانهائي معروف فقط لنفسه، هذا الذي يعطي مفهوما لله. ضعف إمكانيتنا العقلية عن إدراكه هي نفسها التي تسهل لنا فهم ماهيته. إنه ممثل في عقولنا في صورته اللانهائية كمعروف وغير معروف في نفس الوقت. وفي القرن الرابع الميلادي الآباء الكباكديون كابادوشيان فاذرز جدلوا في الاعتقاد في وجود الله، لكنه وجود غير أي وجود آخر. كل شيء موجود خلق، لكن الخالق بيتعدى هذا الوجود. جوهر الله مجهول تماما. لكن أوضح تعبير عن اللاهوت السلبي في الفكر المسيحي كان في أعمال الراهب والفيلسوف السوري داينايسيوس الأريوباغي، وأعمال الراهب والفيلسوف ماكسيموس المعترف ماكسيموس ذا كونفيسور، اللي كان ليهم عظيم الأثر على اللاهوتي والفيلسوف المسيحي الإيطالي الأشهر توماس أكوينيس، لدرجة أنه اقتبس من أعمالهم أكثر من 1700 مرة في خلاصته اللاهوتية سوما ثيولوجيكا. في الحقيقة المدرسة المسيحية في الشرق Eastern Christianity بتستخدم كل من اللاهوت الإيجابي والسلبي في وصف الحقيقة النهائية، على العكس من المدرسة المسيحية في الغرب Western Christianity اللي بتعتمد بالأساس على اللاهوت الإيجابي.
والمسيحيين اللي بيميلوا في اعتقادهم للاهوت السلبي بيعتقدوا ان باستثناء اطار المعرفة في الكتاب المقدس عن طبيعة الله، زي مثلا ثالوث الرب المقدس، جوهر الله بيتعدى حدود إدراك البشر وحتى الملائكة. في الحقيقة كتابات الراهب القديس السوري يوحنا الدمشقي جون اوف دماسكس في القرن السادس الميلادي لما كتب جملته الشهيرة عن طبيعة الله: ليست الطبيعة لكن الأشياء المحيطة بالطبيعة not the nature but the things around the nature، شكل وجدان كتير من راهبي ومفكري المدرسة المسيحية الشرقية، وكان له تأثير كبير في إن جمل اللاهوت السلبي أصبحت أساسية في الاعتقاد المسيحي الأرثوذكسي، وبتعد أعلى وأقرب للصواب في فهم الحقيقة النهائية من اللاهوت الإيجابي. لكن مش معنى كده إن اللاهوت السلبي ملوش مكان في المدرسة المسيحية الغربية، لكن وجوده أقل تأثيرا ومحورية من نظيره في المدرسة الشرقية، وعادة ما بيستخدم كطريقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الله والوصول لطبيعته اللي بتتعدى حدود المنطق البشري. لكن اللاهوت الإيجابي بيظل محور ادعاءات المدرسة المسيحية الغربية. بين المعتزلة والأشعرية. مش من المفاجئ إننا نعرف إن مشكلة الصفات الإلهية كانت أحد القضايا الجوهرية في تاريخ الفكر الإسلامي. القرآن النص المقدس في العقيدة الإسلامية ركز بشكل أساسي على الطبيعة والأفعال الإلهية، ده بالإضافة لمجموعة من الصفات اللي بتنسب إلى الله، اللي بعض اللاهوتيين المسلمين حصروا أكثر من 1000 صفة أو اسم منسوب لله من خلال تحليل الإشارات الإلهية في النص القرآني. أي تحليل وتفسير للنص القرآني لابد أنه كان بينطوي على تحليل للصفات دي من الناحية اللغوية واللاهوتية، ومن هنا اكتسبت قضية الصفات الإلهية أهميتها في الإسلام. فيلسوف الإسلام الأول أبو يوسف ابن إسحاق الكندي في الجزء الأول من رسائله جادل إن الواحد بحق ليس ذلك الذي يطلق على الألفاظ المشتركة أو المترادفة، لأنه في هاتين الحالتين يدل على أشياء كثيرة وهو غير القابل للقسمة، لأن ما لا ينقسم يقال على ما لا ينقسم بالفعل، وما لا ينقسم بالقوة فالأول هو الذي يصعب جدا تقسيمه، مثل الماس، لكن للماس أجزاء فهو كثير وليس واحد. وبيستطرد الكندي في نفي العديد من الصفات عن الله أو تعريفه بالنهي، وبيقول أن الواحد بحق ليس عنصرا ولا جنسا ولا الإطلاق، وهذا لا يسمح بأية كثرة ولا تركيب. والواحد الحق ليس مادة ولا صورة ولا كما ولا ينعت ولا يتصف بأي مقولة ولا يتحرك، إنه وحدة محضة ولا يتكسر أبدا ولا ينقسم مطلقا، وهو ليس زمانا ولا مكانا ولا موضوعا ولا محمولا، وهو لا يستمد وحدته من غيره، بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو واحد. ميتافيزياء الكندي في محاولة فهم طبيعة الموجود الأعلى تعطيلية أو سلبية بالدرجة الأولى، لكنها ما زالت بتثبت بعض الصفات عنده، في أقل تقدير إنه وحدة محضة ومصدر لكل شيء. أما المعلم الثاني فيلسوف العرب الفارابي في عمله المهم السياسة المدنية بيقول عن جوهر الله: أما الأول فليس فيه نقص أصلا ولا بوجه من القوة، ولا يمكن أن يكون وجود أقدم منه، ولا في مثل مرتبته وجود لم يتوفر عليه. وجوده لا يمكن أن يكون خارجا عن ذاته لشيء ما أصلا، ولذلك لا يمكن أن يكون له صفة أصلا، وذلك أن وجود ضد الشيء هو في مثل مرتبة وجوده، ولا يمكن أن يكون في مثل رتبته وجود أصلا لم يتوفر عليه، وإلا كان وجوده وجودا ناقصا. وبيستطرد الفارابي على نفس منوال الكندي إثبات صفات الله بالنفي في الدرجة الأولى للوصول لإقرار الوحدانية ووجوب الوجود للموجود الأعلى. أما الشيخ الرئيس ابن سينا أكمل فلسفة وفكر الفارابي في الميتافيزياء الطبيعية في أحد أهم أعماله النجاة، وحلل صفات واجب الوجود وقال:
واجب الوجود وجوده عين ماهيته، وهو واحد لا كثرة في ذاته بوجهه ولا تصدر عنه الكثرة، وهو عقل محض لا جنس له ولا ماهية له ولا كيفية ولا كمية ولا أين له ولا متى ولا ند له ولا شريك ولا ضد له ولا حد له ولا برهان عليه، وهو يستحيل عليه التغير، وهو مبدئ كل شيء وليس هو شيئا من الأشياء بعده، وهو لا يتحرك وإنما يحرك غيره على طريقة تحريك المعشوق لعاشقه. على نفس نهج الفلاسفة الأوائل، الشيخ الرئيس ببلاغة رائعة بيكمل في تعريف صورة الموجود الأعلى من خلال التعطيل والسلب في غالب الوقت، وأحيانا بالإضافة الإيجابية في حالة إثبات ضرورة وجوده. ومن هنا بيتضح ان اللاهوت السلبي او لاهوت التعطيل كان جزء اساسي من فكر اباء الفلسفة الاسلامية الاوائل، اللي كان واضح فيها التأثر الكبير بالفلسفة الاغريقية، وكان لها عظيم الاثر على افكار موسى بن ميمون في تأسيس نفس المدرسة الفكرية في الفلسفة اليهودية. لكن القصة ما انتهتش عند ابن سينا، وكان لها أثر كبير على الجدال الفكري اللي دار بين المعتزلة، أحد أهم المدارس الفكرية في تاريخ الفكر الإسلامي، واللي فسرت الصفات والخواص الإلهية المذكورة في القرآن على إنها جزء غير متجزئ من جوهر الله متطابق معاه، والمدرسة الأشعرية اللي تبنت فكرة إن الصفات دي كائنات حقيقية مستقلة عن ذات وجوهر الله. بشكل أبسط، المعتزلة نهجوا أسلوب مجازي في قراءة النص المقدس، في حين إن المدرسة الأشعرية نهجت أسلوب حرفي في تفسير النص المقدس. في الواقع المعتزلة كانت المدرسة الفكرية الأولى في اللاهوت الإسلامي اللي اتخذت موقف محدد وواضح من قضية صفات الله، وجدلت إن صفات الله جزء من جوهره. المدرسة الفكرية اللي أسسها واصل بن عطاء في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي في مدينة البصرة، وازدهرت في منتصف القرن التاسع الميلادي في إطار الدولة العباسية. المعتزلة بشكل كبير دفعوا عن فكرة توحد الله مع صفاته للتأكيد على فكرة التوحيد في جوهر الله، ومن هنا أطلق عليهم أهل العدل والتوحيد. المبادئ الأساسية للمعتزلة صاغها أبو الهذيل العلاف، أحد كبار علماء المعتزلة البصريين. المبادئ اشتملت على وحدة جوهر الله God's oneness، عدالة الله God's justice، التزام الله بوعوده في الحياة الدنيا والآخرة إلى آخره، وبالتالي هو الكائن الوحيد الأبدي، وإنكار إن أي من صفاته أو سماته مستقلة عنه، وبالتالي كونها أبدية. وكذلك القرآن كلمة الله أبدية، أو أي صفات إلهية زي القدرة، المعرفة، العدالة، لابد إنها تكون متوحدة مع جوهره، ملهاش وجود مستقل بنفس الصورة اللي بتكون عليها لما ننسبها لكائن آخر. يعني مثلا لما بننصف صفة العدالة لإنسان ما، الصورة بتكون نسبية من الصورة النموذجية للعدالة أو مسلمة العدالة forms. ارجع لحلقة كهف أفلاطون لو عاوز تعرف أكتر عن المسلمات. وبالتالي المعتزلة بيقولوا إن الله عالم بحكم جوهره وقادر بحكم جوهره وهكذا، أي إن الله مش كامل العلم أو كامل المعرفة بحكم كمال المعرفة المستقلة الوجود عنه. مش بس لأن الفكرة دي هتقود للتعددية في جوهر الله، لكن كمان لأنها هتؤدي لوجود كائنات أخرى أبدية بجانب الله. ومن هنا كان جدال المعتزلة في تعريف القدرة والحكمة كجزء من جوهر الله، بدل من إننا نقول إن الله كامل القدرة أو كامل المعرفة. وبالتالي بناء على الفكرة دي نقدر نفرق ما بين الوسط الإلهي والبشري. في الوسط الإلهي الصفات جزء من جوهر الله أبديا، أما في الوسط البشري وجود البشر وصفاتهم مستمد من الله، بما إن الصفات جزء من جوهره. المعتزلة استخدموا الأسلوب المجازي لتفسير بعض الصفات والأوصاف الجسدية الثابتة عن الله في النص القرآني، زي يد الله، وجه الله، أو استواءه على العرش، وجدلوا إن الصفات دي غير مناسبة لجوهر الله لو أخذت بشكل حرفي، لأن لو الله كامل القدرة، العلم والمحبة وأبدي الوجود، إزاي من الممكن إن يكون له أوصاف جسدية بتستوجب خواص مادية؟
ده بالإضافة لأن الجسد محدود بالمكان والله غير محدود infinite، غير موجود في مجسم الزمكان بالمرة. أبديته بتستوجب عدم وجوده في أي علاقة زمنية بالمرة. وبالتالي المعتزلة فسروا الصفات القرآنية الجسدية بشكل مجازي على إنها إشارات لقدرته أو علمه، وأكدوا على تفرد وجود الله وجوهره واختلافه عن أي أوصاف أرضية بشرية. ومن هنا بدأت بوضوح فكرة اللاهوت السلبي في الفلسفة الإسلامية من خلال تعطيل أو نفي بعض الصفات أو السمات عن الله نتيجة التعارض المنطقي اللي هتقود إليه. الفقيه الإسلامي ورابع الأئمة عند أهل السنة في العقيدة الإسلامية ومؤسس المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي كان أول من اعترض على العديد من الأفكار اللي طرحها المعتزلة، بما فيها صفات الله وخلق القرآن، الأمر اللي تسبب في محنته التاريخية في عهد الخليفة المأمون اللي اعتنق الفكر المعتزلي واعتقلوا بسبب إصراره إن القرآن كلام الله الغير مخلوق، والاعتقاد إن الأوصاف القرآنية لله بما فيها الجسدية تؤخذ كما هي بدون تفسير للكيفية. آراء الإمام أحمد بن حنبل هتكون السبب في نهايته الدموية على إيد المأمون، لكنها هتكون أيضا السبب في تغيير شكل الخريطة الفكرية الإسلامية في القرون التالية. الإمام أبو الحسن الأشعري كان أحد تلامذة المعتزلة لحد 40 من عمره، لكنه اختلف مع الآراء المعتزلية في النصف الثاني من حياته، بالتحديد في قضية صفات الله والتفسير المجازي للنص القرآني، واتبع نهج الإمام أحمد بن حنبل في اعتناق طريقة حرفية أو نصية في تفسير القرآن، وجادل إن صفات الله كائنات حقيقية مستقلة عن ذات الله، وإن الله كامل القدرة بسبب قوة كامنة بداخله، أو حكيم بسبب حكمة كامنة داخله، اللي اتسق مع رؤية اللاهوتيين الإسلاميين في إن الصفات الإلهية كائنات مستقلة أو معاني كامنة في جوهر الله. الأشعري جادل إن الصفات دي مش مجرد إشارات لإسنادات إلهية زي القدرة، الحكمة، العلم إلى آخره بشكل لغوي linguistic، لكن كمان بشكل ميتافيزيقي لكائنات ممثلة للصفات دي كامنة في جوهر الله. فكرة إن المعاني دي كامنة في الله بتشير لإن الله بيمتلك الصفات دي بصورة مختلفة عن البشر، لأن الصفات دي في حالة البشر غير كامنة لكنها مسندة لهم. القدرة إسناد لبعض البشر لكنها كامنة أو أبدية في الله. الأشعري جادل إن استخدام نفس الصفات لوصف الله والبشر مش معناه إن في تشابه ما بين الاتنين، لأن الله بيمتلك الصفات أبدية، لكن استخدام اللفظ صفة بيحتوي على بعض الغموض عند الأشعري، لأن من الصعب فهم شروط التفريق ما بين الكمون والإسناد. الأشعري كمان قبل الصفات الجسدية كما هي دون اللجوء لتفسيرها سواء مجازيا أو حرفيا. الأشعري استخدم اللاهوت السلبي هو كمان في تفسير بعض صفات الله زي السمع، الرؤية، الكلام والاستمرارية، فنفى عدم السمع عن الله بدل من تأكيده، أو عدم الرؤية بدل من تأكيدها إلى آخره. الأشعري استخدم المنطق للإشارة لإشكالية منطقية في رؤية المعتزلة، لأن الصفات جزء لا يتجزأ من جوهر الله، وجادل إن لو الله متطابق مع صفاته الفرد هيضطر إنه منطقيا يقبل فكرة إن المعرفة هي العارف، والقدرة هي القادر، والحكمة هي الحكيم، أي إن الصفة والموصوف هيتطابقوا، الأمر الغير منطقي، لأن لابد من وجود فرق ما بين العارف والمعرفة. لو صفات الله متطابقة مع جوهره إذن المعرفة والعدل هيتطابقوا مع جوهر الله، وهيكون من الممكن إننا نقول إن الله عارف من خلال عدالته، لأن عدالته هي جوهره ومعرفته هي أيضا جوهره. الأمر الغير منطقي من وجهة نظر الأشعري. المعتزلة هيجادلوا إن من الصحيح استبدال كمال المعرفة بالله بما إنها جوهره، إلا إن العكس غير صحيح، وهينتقدوا رؤية الأشعري لأن منطقيا لو فرضنا إن في كائنين س وصاد مستقلين الوجود، إذن من الجائز إن س يكون له وجود في لحظة ما أو مكان ما، في حين إن صاد يكون غير موجود، وبالتالي ده قد يؤدي لتناقض بسبب وجود الله بدون بعض صفاته. الجدل الفكري ما بين المعتزلة والأشعريين استمر في الحياة الفكرية الإسلامية عبر العصور،
وانتقل في أشد صوره للخلاف الفكري ما بين حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي اللي بينتمي للمذهب الأشعري وبيعد في رأيي أهم عالم لاهوتي إسلامي والأكثر تأثيرا لحد وقتنا الحالي، وفلاسفة الإسلام اللي شاركوا المعتزلة في طريقة البحث والتفسير لكنهم اختلفوا معاهم في كتير من الأفكار. الغزالي اتهم الفلاسفة المسلمين بإنكار صفات الله في المسألة السادسة من عمله الأهم تهافت الفلاسفة The Incoherence of the Philosophers، واتهمهم بأنهم على نفس مذهب المعتزلة الباطل في مسألة صفات الله. الغزالي دافع عن فكرة الإله الشخصي واعتقد أن في تماثل ما بين الله والبشر بالرغم من أن الله بيمتلك صفات بطريقة مختلفة عن البشر، واختلف مع رؤية الفلاسفة اللي أشاروا إلى الله على أنه تقريبا عقل خالص. حكيم وقاضي قرطبة الفيلسوف أبو الوليد محمد ابن رشد أفاروس رد على الغزالي في كتابه تهافت التهافت The Incoherence of the Incoherence، وأسهب في رد المسائل 20 اللي طرحها الغزالي في كتابه. ارجع لحلقة إشكالية الوجود في الفلسفة الإسلامية لو عاوز تعرف أكتر عن الجدال العقلي اللي دار ما بين الغزالي وابن رشد. ابن رشد في رده المسألة السادسة ركز على التفريق ما بين طبيعة الله والبشر، وجادل إن على العكس من حجة الغزالي الفلاسفة اعتقدوا إن الله له إرادة لكنها مختلفة عن إرادة البشر، ومعرفة لكنها مختلفة عن المعرفة البشرية، وبالتالي إسناد الصفات دي لله والبشر مجرد تشابه equivocation، أو بتعبير ابن رشد دلالة بالاشتراك، أي تشارك في التسمية لكن ليس في الطبيعة. لكن بالرغم من التفريق ده إلا إن ابن رشد مازال بيفسر صفات الله على إنها متطابقة مع جوهره بنفس الصورة اللي فسر بيها المعتزلة صفات الله. قضية طبيعة الموجود الأعلى واحدة من القضايا المحورية العابرة للأديان المتعددة والحقبات التاريخية. تشارك في محاولة فهمها الفلاسفة واللاهوتيين الإغريق، الهندوس، البوذيين، اليهود، المسيحيين والمسلمين وغيرهم من أصحاب الاعتقادات الدينية المختلفة عبر العصور. والحاجة إليها مش راجعة فقط لمحاولة فهم النصوص الدينية المقدسة لكن لمحاولة فهم طبيعة الموجود الأعلى. الفلاسفة واللاهوتيين الأوائل اللي تعرضوا لإشكالية سمات وصفات الموجود الأعلى في الديانات التوحيدية التقليدية واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات في تحديد وإثبات الصفات الإلهية اللي يمكن كانت أصعبها بكل تأكيد هي وحدانية الله. لو كانت صفات الله إسنادات بتضاف إلى ذاته بالتالي فكرة الوحدانية بتصبح محل تساؤل، لأن الواحد بسيط غير مركب غير مضاف إليه وغير منقسم. والإشكالية مش فقط مع النصوص المقدسة لكن حتى مع المبادئ الأساسية للفلاسفة حول طبيعة الله وجدليات إثبات أبديته وكماله، كلها قايمة على فكرة الوحدانية المطلقة. الموجود الأعلى الواحد بسيط غير مركب متحد وغير زائل، لأن الزوال نتيجة تركيب عناصر المادة المكون الأساسي لكل الكائنات الزائلة زي وزيك، الأمر اللي لاحظه فلاسفة الإغريق من آلاف السنين. الكائن اللي غير مركب من المادة غير محتوي على عناصر مادية وبالتالي مش هيحتل مساحة مكانية، وضرورة وجوده بتنفي كمان إمكانية احتلاله مساحة زمنية، الأمر اللي بيجعل التفكير في صفات الموجود الأعلى فوق كل تصور مادي أو زماني، وبيكون إشكالية للصفات الإيجابية المسندة بالإضافة إلى الله في النصوص المقدسة والمعتقدات الدينية زي ضرورة الوجود، كمال القدرة، كمال العلم، كمال الخير والأبدية المقبولة عند اللاهوتيين والمؤمنين من أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة. الإشكالية اللي قادت العديد من الفلاسفة واللاهوتيين عبر العصور والديانات المختلفة إنهم يكونوا إطار ميتافيزيقي آخر لدراسة طبيعة الله عن طريق نفي وتعطيل الصفات الغير قابلة للإسناد لذاته. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم الأمريكي الكوميدي بروس الخارق، بروس المايتي، اللي أخرجه المخرج الأمريكي توم شادياك وقام ببطولته ممثل الكوميديا المشهور جيم كاري سنة 2003. الفيلم احتل قائمة أعلى المبيعات في نفس السنة وتم منعه في البداية من العرض في مصر وماليزيا بسبب تمثيل الله في صورة إنسان اللي قام بدوره الممثل الأمريكي المشهور مورغان فريمان.
الأمر اللي بيتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. من خلال قصة الفيلم البسيطة حاولت ألقي لك الضوء على صفة كمال القدرة الإلهية وإشكالية تعارضها مع حرية الإرادة اللي بتمثل عقبة أمام فكرة وجود إلهي كامل القدرة لكنه غير قادر على التحكم في رغبة وإرادة البشر. ودلوقتي فكر للحظات في مفهوم الإله اللي بتعبده. هل ضرورة وجوده بتستتبع صفات وسمات أخرى له؟ هل من الممكن لعقلك إنه يجمع منطقيا ما بين فكرة إله كامل القدرة وبشر حر الإرادة؟ وهل يا ترى مفهوم الإله سابق على الزمان والمكان؟ هل الله أبدي أم سرمدي الوجود؟ ولو الحقيقة المطلقة كائن مختلف عن أي وجود آخر، هل من المنطقي إننا نثبت صفاته بالإيجاب؟ مش جايز نفي الصفات عنه هو الطريق الوحيد للاقتراب من جوهره؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنغوص في أعماق المنطق والجدل الفلسفي. هنسافر في الزمن لفلاسفة العصور الوسطى من متكلمي الإسلام الأوائل لآباء اللاهوت المسيحي وصولا لعلماء الطبيعة في القرن العشرين بمحاولة لإثبات وجود الله. عن الحجة الشرطية، ضرورة الوجود، نظرية الانفجار الأعظم، وحجة الكلام الكونية هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.